بص، احنا بنعدي على حاجة في حياتنا اللي هي انت بتكون ممكن تكون ناجح ومستقر ودنيتك كويسة، اسمها الكومفورت زون. الكومفورت زون دي مش حاجة رخمة ولا حاجة بايخة ولا حاجة فشل، هي نجاح اوريدي، لانك انت بتبقى مرتاح، وما دام مرتاح يبقى انت تمام. بس انت مثلا ممكن تيجي يبقى عندك طموح، عاوز ستيب 2، عاوز تروح لحاجة اعلى شوية او افضل شوية، فبتروح لحاجة تانية اسمها الفير زون. الفير زون دي انت بتبقى خايف، انت بتبقى خايف من الريسك، خايف ان انت تنجح ولا لا، هتحقق حاجة ولا هترجع خايب الامل مثلا، فبيحصل لك ايه اللي هو هيزيتيشن او تردد. بعد كده ممكن تقول ايه، طب انا لازم احاول، طب انا محتاج اعمل ايه، طب انا محتاج اتعلم حاجه جديده، طب انا محتاج ادرس الموقف اللي انا رايح له، فاسمها ليرنينج زون. الليرنينج زون دي اللي بتعلمك بقى المشروع اللي انت رايحه بتدرسه، بتدرس تفاصيله. بعد كده انت درست شويه حاجات، هتتحرك في الجروث زون. طبعا اي بزنس في الكون في احتماليه، او اي حاجه في الكون في احتماليه النجاح والفشل. هنقول 50-50. لو انت دارس كويس ومركز اكتر يبقى احتماليه النجاح تبقى اعلى شويه. ما تخليش حد يقول لك ان انت فاشل عشان انت في الكومفورت زون وقاعد مرتاح. ما هو انت عشان مرتاح مبسوط، عشان تخرج من حاله انبساط اللي انت فيها لازم يكون في دوافع. الدوافع دي ايه؟ ان انت عاوز تحقق حاجه جديده، فهتتحرك من الخوف للليرنينج، ومن الليرنينج للجروس. يبقى الجروس زون اللي انت وصلت لها مؤخرا دي اللي هي منطقه النمو، انت بقى بتسيب ورا ظهرك الكومفورت زون، بس برضه هي عامله لك باك اب. ارجو ان انا اكون فدتكم.